بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. الحمد لله القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه هي الحلقة السابعة والأخيرة إن شاء الله في مقدماتنا لموضوع غايات القرآن، هذا البرنامج إن شاء الله الذي سنواصل فيه لفترة من الوقت، ولكن قصدت بذلك حتى يأخذ المشاهد والمستمع بعض الأشياء المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث أهميته وتعريفه ونزوله وتدوينه. فنحن كنا نتحدث في الحلقة السادسة عن تدوين القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدوينه بعد ذلك في المرحلة الثانية، وهي التي كانت في عهد أبي بكر الصديق، حيث كلف الصديق رضي الله عنه زيد بن ثابت، وهو كان من الكتبة الذين يعني هو أصغرهم سنا وأكثرهم حدة وذكاء وأكثرهم حفظا، ولكنه كان من حيث السن كان صغير، ومع ذلك أحال إليه أبو بكر الصديق هذا الموضوع ليكون بذلك أول شاب يعني يساهم في تدوين القرآن الكريم، أعظم مهمة رسالية وهي حفظ هذا الكتاب العزيز. وطريقة زيد بن ثابت في موضوع التدوين كانت هو أنه يأتي بما لديه ويأتي بما عند الصحابة رضوان الله عليهم، ويأتي بآخر ختمة ختمها النبي صلى الله عليه وسلم وأملاها على أصحابه رضوان الله عليهم، ولكن كان يهمهم أن الصحابة رضوان الله عليهم يقروا جميعا بأن ما كتب هو الذي انتهى إليه القرآن الكريم، ليس هنالك شيء منسوخ تم تدوينه أو ثبت أو غير ذلك. فأراد الصحابة في عهد أبي بكر أمرين: الأمر الأول الاتفاق على أن هذا المدون هو الذي تلقونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم على ذلك وعدم اختلافهم. الأمر الثاني تجميع المتفرق، يعني هذه الكتب والنسخ المتفرقة في عدة مواقع يجب أن تجمع في مكان واحد، هذين الأمرين. فعلى كل تولى هذا الموضوع زيد بن ثابت رضي الله عنه، ويعني كان يشهد على كل آية يثبتها بشاهدين. ابن حجر فهم من كلمة شاهدين، قال الشاهد الأول الحفظ والشاهد الثاني الكتابة، بمعنى يأتي واحد من القراء ليقول والله يتلو الآية كما أنزلت، ثم ينظرون في المكتوب هل فعلا والله ما تلي مثل ما كتب. وقال آخرون بأن الشاهدين هم شاهدي عدل، الآية الموجودة حفظا وموجودة كتابة يتم الشهادة عليها برجلين، وهذا ربما أيضا فهمه البعض. فعلى كل تم التدوين لكتاب الله من أوله إلى آخره بشهادة كل آية في كتاب الله يتم الإشهاد عليها برجلين، حتى تم جمع القرآن في هذه المرحلة على أعلى درجات الدقة وأصح وجوه التثبت. 2، حاز جمعه على إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، وقد تواتر كل ما ورد فيه، يعني كل ما دون هو من المتواتر، ليست هنالك آية في كتاب الله بمعنى رويت عن واحد. يعني مثلا في السنة النبوية هنالك الكثير مما يروى عن طريق شخص عن شخص عن شخص، لكن في كتاب الله لا. يعني هنالك أيضا في السنة ما هو متواتر، سواء كان تواترا لفظيا أو تواترا معنويا، ولكن هنالك الكثير مما هو آحاد. أما في القرآن فهو متواتر، يعني تلقاه ألوف من الصحابة رضوان الله عليهم، وتلقى عن هؤلاء الألوف ألوف وملايين إلى يومنا هذا يتلقونه كابرا عن كابر حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو نال إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متواتر. ثالثا كان جمعه شاملا للأحرف السبعة التي نزل بها، هذا الذي سنلاحظ الآن الفرق بين هذه المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. المرحلة الثانية جمعوه على الأحرف السبعة، يعني كانت الكتابة بكل الأحرف وليس بحرف واحد، فتم تدوينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نزل بأحرف سبعة، وهي لغات العرب أو ألسن العرب، وحتى يتيسر للناس، يعني مثلا بعض الناس لهم لسان معين يختلف عن لسان قريش، فكان القرآن ليكون ميسرا للذكر لم تكن هنالك مشكلة في أن والله يتلوه الإنسان بحرف معين يتناسب مع الأحرف التي نزل بها. فتم استخدام في الأدوات، تم استخدام ذات الأدوات التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الفترة بين أبو بكر وعمر لم تكن كثيرة، فكانت محدودة وبسيطة، فكان الحجارة والجلود والأخشاب والعظام والأضلاع وغيرها،
من القضايا التي كان يتم التدوين عليها. خامسا كتابة القرآن الكريم بشكل كامل وزوال الخوف من ضياعه بموت حفاظه وقرائه. يعني الآن بعد المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر زال الخوف والهاجس من أن هذا الكتاب يمكن أن يضيع أو غير ذلك، أو يختلف الناس حول قراءته، أو يختلف الناس حول أحرفه. حفظ وجمع القرآن في مكان واحد بعد أن تمت كتابته، حفظ في مكان واحد بعد أن كان متفرقا في أماكن متعددة، وإجماع الصحابة على كل ما كتب وسجل فيه. سابعا صار بمثابة سجل يرجع إليه عند الضرورة، يعني إذا اختلف نفرين مثلا فإن هنالك المصحف المدون عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نأتي إلى المرحلة الثالثة من التدوين، وهي التي مشهورة عند الناس، إنه والله بعض الناس لو سألتم من دون المصحف يقول لك عثمان بن عفان، ومشهور طبعا المصحف العثماني، أو إلى يومنا هذا نحن نقول المصحف العثماني. هذه طبعا آخر تدوينة أو آخر يعني كتابة، وسنلاحظ ما الفرق بين الأولى والثانية وبين لاحظنا الآن في عهد أبو بكر ما الذي حصل، وطريقة الجمع والإقرار والتواتر ومحاولة الخروج عن أي خلاف في هذا القرآن. المرحلة الثالثة توسعت الفتوحات الإسلامية، وذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل بما حفظ، وكل واحد باللسان الذي يقرأ به الأحرف السبعة. فهنا استشكلت طبعا قضية القراءات عند الناس، واحد يقرأ بحرف والثاني يقرأ بحرف، ونحن إلى يومنا هذا نقرأ مثلا بحفص وبورش وبكذا، فنسمع هذه القراءات وإلى يومنا هذا منتشرة بفضل الله سبحانه وتعالى، لم يتلاشى منها حرف من الحروف، موجودة إلى يومنا هذا. ولكن حتى لا يستشكل على الناس هذه القضايا، لأنها استشكلت فعلا عند كثير من الناس، حتى صار بعض الناس، فهنالك مثلا من أخذوا عن الأحرف السبع يعني حسب القراء، فأهل الشام مثلا أخذوا بقراءة أبي بن كعب، وأهل البصرة أخذوا بقراءة أبي موسى الأشعري، مما جعل هنالك اختلاف بين أهل البصرة وأهل الكوفة وأهل الشام مثلا، تحصل هذه الخلافات. فوجوه القراءات صارت تؤدي إلى مشكلة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي بعضهم الفتنة. فكان ممن خشي الفتنة حذيفة بن اليمان. طبعا حذيفة بن اليمان سبحان الله اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بأسراره، وكان دائما كما يقال فقيه الفتن، يعني هو أكثر شخص كما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فأكثر روايات وأحاديث الفتن وما ستقع من ابتلاءات وشرور أخبرنا بها حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فهنا لاحظ حذيفة تنبه إلى قضية الفتنة التي يمكن أن تقع نتيجة اختلاف القراءات. فبعد أن فتحت أرمينيا اقترح على عثمان بن عفان بأهمية الجمع على قراءة واحدة، لأن الجهل بنزول القرآن وكونه على 7 أحرف من أسباب الفتنة بين المسلمين في الأمصار. فقرر عثمان بن عفان رضي الله عنه تدارك الأمر قبل انتشاره، لأن البعض صار يقول قراءتي أحسن من قراءتك، يعني القراءة التي يقرأ بها مثلا واحد من الأحرف السبعة، الثاني يقول والله لا حقي أفضل من قراءتك. فهنا طبعا كما أشرنا يعني حذيفة بن اليمان أشار إلى عثمان بن عفان بأهمية إزالة هذا النوع من الإشكالات، فاستشار كذلك عثمان الناس وتشاور معه حول المهمة، ثم أرسل إلى حفصة رضي الله عنها لترسل له المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر. طبعا حفصة ظلت هي واحدة من الذين احتفظت بالمصحف الذي كتب في عهد أبي بكر الصديق، مع أن أبو بكر الصديق طبعا بعد أن كتب المصحف يقال بأنه بعث إلى الأمصار، بنسخة إلى كل مصر من أمصار المسلمين، فبعث إلى الشام نسخة، وبعث إلى العراق نسخة، وبعث إلى مصر نسخة، فظلت النسخ هذه على كل منتشرة، وكل أهل مصر لهم مرجعية يعودون إليه. فهنا طبعا جمع نادى عثمان بن عفان حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، وطلب منها النسخة التي عندها، وعين كذلك زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام للقيام نسخ هذه، يعني نسخ تلك النسخة، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش،
ذكرنا بأنه والله القراءات كان بالأحرف السبعة، يعني دون القرآن في عهد أبي بكر الصديق بالأحرف السبعة. عثمان بن عفان يريد أن يكتبه بحرف واحد، يريد أن يكتبه بحرف واحد، وهو الذي كان عليه زيد بن ثابت وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث يعني لغة قريش، أن يكتب بلغة قريش. وهنا على كل قام الأربعة بمصاحفهم وبما لديهم، كتبوا ما عندهم. وروى هنا طبعا ابن أبي داود عن أبي حاتم السجستاني أنها 7 نسخ كتبت في هذه الفترة في عهد عثمان، وبعث واحدا إلى مكة وآخر إلى الشام واليمن والبحرين والبصرة، وجعل بالمدينة واحدا. وقال بعضهم كانت يعني 5 نسخ. فهنا على كل يعني اختلاف الروايات فيما يتعلق بالنسخ التي أعدت في عهد عثمان بن عفان. لكن هنا نلاحظ أن عثمان بن عفان رفع الإشكال فيما يتعلق بالأحرف التي يكتب بها المصحف، فتم عندنا نسخة واحدة يكتب بها المصحف، وهي النسخة العثمانية المعروفة الآن التي بين أيدي المسلمين، وتعرف بالخط العثماني والنسخة العثمانية. وإلى يومنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى انتهى الإشكال وزالت بفضل الله سبحانه وتعالى. ما كان يخشى من إن والله اختلاف القراءات واختلاف الأحرف واختلاف الكتابة ربما تؤدي إلى خلاف بين المسلمين، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم باجتهاد عثمان رفعت هذه المسألة وزال بفضل الله سبحانه. وبذلك يكون قد انتهينا من تدوين كتاب الله سبحانه وتعالى في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وهم متوافرون وكبارهم موجودين، الأئمة الأربعة وهم رأس أمر هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه العشر المبشرين بالجنة وغيرهم. على كل الصحابة متوافرون، تمت كتابة هذا المصحف الذي بين أيدينا. وبالتالي من هنا تأتي قضية أن من شكك أو حاول أن يقول بأن هذا المصحف ناقص أو زائد أو ليس هذا هو المصحف الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما عرض نفسه للكفر وعرض نفسه للخروج من ملة الإسلام، لأن هذا الكتاب أولا تولى الله حفظه، ثم عمليا الصحابة رضوان الله عليهم سخرهم الله سبحانه وتعالى لتنزيل هذا الحفظ الإلهي، يكون محفوظا في صدور الرجال ومكتوبا كذلك في سطور الكتب. وبالتالي بهذين الحفظين بفضل الله سبحانه وتعالى حفظ الله كتابه، وتحققت إرادته سبحانه وتعالى الكونية والشرعية في أن يكون هذا الكتاب كتابا محفوظا من الضياع، ومدونا في سطور الكتب، ومحفوظا في صدور الرجال. نأتي بعد ذلك إلى هذا الكتاب بهذه الأهمية وبهذا الحفظ وبهذه المكانة والمصدرية، وهي مصدرية القرآن الكريم من عند الله سبحانه وتعالى. علينا أن نتعامل معه بطريقة مختلفة جدا، أن لا نهمله بل نعتني به ونهتم به إن شاء الله. نكمل ذلك بعد الفاصل، فكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى في حلقتنا عن مسألة هجر القرآن الكريم. وكنا قبل الفاصل قد تكلمنا عن موضوع التدوين، وأكملنا التدوين في عهد أبي بكر وعثمان، وذكرنا بأن هذا الكتاب الذي أنزله الله كما هو موجود بين أيدينا، ومع أنه موجود بين أيدينا للأسف الشديد فإنه قد يحصل من الناس هجر أيا كان الناس. الآن قلنا بأن هذا الكتاب مخاطب به البشرية كلها، وسنأتي إلى أشكال الهجر التي تكون لهذا الكتاب بعد نزوله وبعد ثباته وبعد استقراره وبعد حفظه من الله، أن يكون هذا الكتاب محفوظ ومع ذلك يتم هجره. ويشكو النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ومن أعظم شكوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنه يشكو هجر القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هنا على كل مسألة خطيرة جدا، وهي أخطر ما يمكن أن يواجه المكلف، وهنا أقول المكلف ولا أقول المسلم،
أي مكلف منذ لحظة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الكتاب من الله، هذا الكتاب المتضمن لهدايات البشرية، هجره سيؤدي بمخاطر عظيمة للإنسان، لأن السعادة في الدنيا، الحياة الطيبة في الدنيا مرتبطة به، والسعادة الأبدية مرتبطة به، فهجره كارثة كبيرة جدا تؤدي بالإنسان إلى الضياع، تؤدي به إلى الشقاء الدنيوي، وتؤدي به إلى الشقاء الأخروي، وتؤدي به إلى الحزن وإلى الخوف، وتؤدي به كذلك إلى أن يكون الإنسان مضطربا في حياته. فعلى كل هذا الهجر الذي يشكوه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أعظم صور الهجر في النقاط الآتية إن شاء الله، حتى نذكر بعض المجالات من باب التنبيه. والهجر واسع، يمكن أن يكون الهجر بأشكال عديدة جدا، ولكن دعونا نذكر أهم الأبواب التي يمكن للإنسان أن يكون هاجرا فيها لكتاب الله سبحانه وتعالى. أول شكل من أشكال الهجر لكلام الله سبحانه وتعالى هو هجر سماع القرآن الكريم والإصغاء إليه ومعرفة ما جاء به من علوم ومعارف وتشريعات، والتصديق والإقرار بها بكل ما جاء فيه تصديقا ينتج عنه عملا وفاعليا. أول نقطة هي الهجر الأساسي، هو أن تهجر سماعه، لا تسمعوا لهذا القرآن. هذا طبعا خطيرة جدا. الإنسان يستمع، ثم إذا وجد والله ما لا يريحه يقول والله هذا لا يريحني، وهذا لا يقنعني، وهذا ليس فيه حجة، ممكن. ولكن ابتداء التغافل والتجاهل وعدم السماع للأسف الشديد، وهذه كانت طبعا استراتيجية المشركين، أنهم لا يريدون أن يسمعوا القرآن، بل ويأمروا غيرهم أن لا يسمعوا القرآن، وكانوا يبلبلون الناس باللغو وبالأشعار وبالأغاني وباللهو حتى لا يسمعوا لكلام الله سبحانه وتعالى، بل يقولون للناس لا تسمعوا لهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. فهذه أكبر مصيبة يقع فيها الإنسان مطلقا، أنه لا يسمع. مثلا يسمع الإنسان بأن والله هنالك رسول وعنده كتاب وهنالك أمة تتبع لهذا الكتاب، حتى لو كان الإنسان من غير أمة الإسلام، فإن ذلك أدعى إلى أن يبحث الإنسان عن هذا الكتاب. فإذا قصر ولم يفكر أصلا في الاستماع إلى ما نزل من كلام الله ولا ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى هجر السماع. هجر السماع يأتي بعد سماعه أنك استمعت إليه وأصغيت إليه، يجب أن تتعرف على ما فيه معرفة تفصيلية، يعني قف على أحكامه، قف على عقائده، قف على تشريعاته، معرفة الباحث. حتى الآن لم تسلم، بس أهم شيء استمعت إلى هذا القرآن، بحثت عما فيه، تعرفت على أحكامه. هنا تأتي قضية أنك تؤمن أو لا تؤمن. يعني هجر السماع شيء، وهجر أن يكون والله هذا الذي سمعته وتأملته وتدبرته كونك تصدق به أو لا تصدق به. فهجر التصديق والاعتقاد والإقرار بما جاء في هذه مرحلة ثانية. هذا النوع الثاني من أنواع الهجر. الهجر الأول أن الإنسان لا يسمع إليه، لا يتلوه ولا يقرأه ولا يسمع تلاوته ولا يبحث عن هذا الكتاب الذي نزل من الله، هذا اسمه هجر السماع وهجر ما جاء به، يعني سواء تلاوة قراءة. الهجر الثاني أنه والله لا يصدق بما جاء به. فالقرآن الكريم جاء بعقائد وجاء بمعارف وعلوم وجاء بأحكام وتشريعات وجاء بأشياء كثيرة. بعض الناس والله سمع القرآن ويتلوه وكذا، ولكن نظريا يؤمن، يقول لك أنا أؤمن به، ولكن عمليا عند التفصيل تجد عنده مشكلة كبيرة جدا في التصديق بكل ما جاء به هذا القرآن العظيم. هذا النوع الثاني. النوع الثالث من أنواع الهجر هو بعد أن استمعت وآمنت بكلام الله وأقررت بأن ما جاء فيه هو الحق، فإن الحق أحق أن يتبع. يأتي المرحلة الثالثة، وهو أن الشخص يهجر كتاب الله عملا. للأسف الشديد هذا الموضوع أو هذا النوع من الهجر قد لا يختص بالكافرين، فهنالك الكثير ممن يؤمنون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعون في الهجر، يقعون في هجر العمل، هجر العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. يعني الأول هجر السماع، هجر التلاوة، هجر التصديق، هجر الإقرار. الهجر الثالث هو هجر العمل بما في كتاب الله سبحانه وتعالى من أوامر ونواهي والوقوف عند حلاله وحرامه. هذه كما ذكرت يعني تأتي في الخطر العظيم، وهو أن يأتي يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فنحن مطالبين بأن نسمع كلام الله ونصغي إليه ونقرأه ونتدبره. ما بالك بالله لو أن ملكا من ملوك الأرض
بعث إليك برسالة وقال لك هذه الرسالة لك فيها نصائح وعندي لك فيها بشريات، يعني وبشرك بأشياء وأنذرك من أشياء. هل يعقل بأنك والله تأخذ هذه الرسالة وتضعها في الرف وتضعها تحت المخدة، أو لا تبالي بها، أو لا تنظر إليها، أو لا، ستهتم بها وتعتني بها وترعاها وتحرص على قراءتها بينك وبين نفسك وقراءتها مع الناس ودعوة الناس إليها حتى تبين أن والله جاءتك رسالة عظيمة. فكيف بملك الملوك جل جلاله، كيف بالله سبحانه وتعالى يدعوك في كتابه ويحرص على هدايتك ويحرص على سلامتك ويحرص على أن لا تكون من الضالين، أن لا تكون من المغضوب عليهم، أن لا تكون من أهل النار، ويحرص على أن يسوقك ويقودك إلى الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، ومع ذلك أنت تهجر العمل بكتاب الله. هذا النوع الثالث من الهجر، هو هجر العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. النوع الرابع وهو طبعا منتشر كثير جدا والعياذ بالله في زماننا، هجر تحكيم كتاب الله والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. يعني احنا ذكرنا بأن والله الإنسان على المستوى الفردي مطالب بأن يعمل بما في كتاب الله، لكن هنا نأتي إلى التحكيم المستوى العام، حاكمية الشريعة في حياة الأفراد والأمم والمجتمعات والدول. هذا الكتاب ما نزل فقط ليكون والله موضوع في المساجد أو يقرأه أهل المساجد، ولكنه نزل ليكون كتابا فاعلا في حركة المجتمع وحياة الناس، جاء هداية للبشرية. والله عز وجل نفى الإيمان عمن لم يتحاكم إلى كتاب الله ولم يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني أنت هذا الكتاب عليك أن تحكمه وأن تجعله هو الحكم والفصل في كل شؤونك. خصمت مع أي شخص من الأشخاص، طرأت لك أي طارئة من الطوارئ، نزلت عليك أي نازلة من النوازل، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، حكمه إلى كتاب الله. والله سبحانه وتعالى اعتبر التحاكم إلى غيره ونوع من أنواع الطغيان ونوع من الطاغوتية. فالله سبحانه وتعالى ذكر: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فالطاغوت هو كل ما سوى الله، يعني كل تحاكم إلى غير كتاب الله فهو تحاكم إلى الطاغوت، والتحاكم إلى كتاب الله هو التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن مأمورين أن نحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، قال: وأمرت لأعدل بينكم. هذا الكتاب يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه بأن يعدل بيننا بكتابه وأن يحكم فينا شريعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن والله يحكم فينا هذه الشريعة. كذلك من يأتي بعد النبي من الحكام من العلماء مأمورين بأن يحكموا فينا كتاب الله. أي خروج عن حاكمية الكتاب هو دخول في حاكمية الشيطان. أي خروج من حاكمية الله وحاكمية الرحمن هو حاكمية غير كتاب الله، هو حاكمية الشيطان. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالعروة الوثقى هو التمسك بكتاب الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا خامسا من أنواع الهجر لكتاب الله سبحانه وتعالى هو هجر التدبر والفهم، هجر تدبر كتاب الله وتفهم هذا الكتاب ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى من عباده. وخصوصا الجزئية التي نحن فيها هي للأسف الشديد أحيانا قد ينشغل الناس بجزئيات الكتاب ويغفلون عن غايات الكتاب. ولعل هذا البرنامج إن شاء الله الذي نخصصه للخروج من دوائر الهجر في الغايات. فالقرآن الكريم جاء بغايات كبرى، غايات عظيمة: غاية التعبد، غاية التقوى، غاية الشكر، غاية التدبر، غاية الابتلاء، غاية الرحمة، غاية الفلاح، جملة من الغايات العظيمة جدا. هذه الغايات لا بد القارئ لكتاب الله والعامل به والداعي إليه أن ينتبه لهذه الغايات، لأن أحيانا يعني يشغلنا الشيطان عن الغوص في روح القرآن وتدبر معانيه إلى العيش في حروفه فقط. والله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتدبر الكتاب والمعاني، كما قال: أفلا يتدبرون القرآن. وإن شاء الله غاية التدبر هذه
سنأتي إليها ضمن الغايات الكبيرة والعظيمة، نفردها بإذن الله عز وجل بحلقة خاصة. ولكن هذا النوع نوع أيضا من أنواع الهجر، وهو هجر التدبر وهجر الفهم وهجر المعرفة لمراد الله ومقصوده. سادسا من أنواع الهجر أيضا هجر الاستشفاء به والتداوي به من الأمراض النفسية والعقلية والروحية، وهنالك بل والأمراض الجسدية. فإن الإنسان يمكن أن يستشفي بكتاب الله، وخاصة أمراض القلوب وأمراض العقول وأمراض الأرواح، هذه كلها من الأمراض جاء القرآن أصلا ليكون شفاء، يعني فيه شفاء للناس. فإذا أقبلوا عليه، فبعض الناس يهجر كتاب الله ولا يستشفي به في هذه المسائل. أخيرا من أنواع الهجر هجر الدعوة إلى هذا الكتاب. يعني بعض الناس ما شاء الله يعمل به في نفسه وفي أهله، ولكنه للأسف الشديد يهجر كتاب الله في أن يكون داعيا إليه وداعما لوجوده في الحياة ومشجعا للناس. فمن الأشياء المهمة جدا كما جاء في سورة العصر، يقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي المنجيات، تؤمن في نفسك إيمانا صادقا مقرا به، ثم تعمل الصالحات، ثم لا تكتفي بنفسك، تدعو إلى الله. تواصوا بالحق أي يتواصون بكتاب الله، يتواصون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخيرا تتحمل الأذى في سبيل هذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله في مسألة الهجر، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الذين يهجرون كتابه، بل يجعلنا ممن يهتمون به ويعملون به آناء الليل وأطراف النهار، فإنه من عمل بكتاب الله هدي، ومن حكم به عدل، ومن حافظ عليه ارتقى يوم القيامة مرتقا عظيما. كل آية ترتقي بها يقال له اقرأ وارتقي. يوم القيامة منازل هؤلاء عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعلنا من الذين يهتمون به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.